عالم المصارعة مليان بالتاج تيمز الأسطورية زي الهاردي بويز، الدادلي بويز، إيدج وكريستيان والدي إكس. ومن التاج تيمز اللي قدمت متعة في فترة قصيرة هو تيم هيل نو، دانيال براين وكين، لأنهم فضلوا مع بعض أقل من سنة، من أواخر سنة 2012 لحد نص سنة 2013. فتعالى أحكي لك حكاية التاج تيم ده اتكون إزاي وعملوا إيه، وليه التاج تيم ده كان ممتع ومحبوب. يلا بينا. خليني الأول أقول لك الاتنين دول كان وضعهم عامل إزاي قبل ما يكونوا التاج تيم، وايه الظروف اللي خلته يتكون. كين رجع في ديسمبر 2011 بالقناع وكان هيل وعذب جون سينا وزاك رايدر، وبعدها دخل في عداوه مع راندي اورتن واجهه في راس المنيا 28 واكستريم رولز 2012، وكل واحد كسب له ماتش. فكان في وضع كويس في الكارد، مش في المين ايفنت بس متكردر فوق شويه. دانيال براين بقى كسب حزام العالم في تي ال سي 2011 بعد ما عمل كاش ان للماني ان ذا بانك على البيك شو، والحزام غيره وبقى بيتعامل بشكل وحش مع صاحبته ايجي لي، وخسر حزام العالم في راس المنيا لشيموس في 18 ثانية وقال ان هي السبب. وبعدها دخل في عداوة مع سي ام بانك وكين، وفي الفترة دي خسر كتير فكان بينزل لتحت بدل ما كان في المين ايفنت بقى في الميد كارد. وبعد ما خسر لسي ام بانك في ماني ان ذا بانك 2012 اتقدم لايجي لي انه يتجوزها وهي وافقت، والفرح كان هيبقى في حلقة الرو رقم 1000، بس ايجي سابته عشان تبقى مديرة عرض الرو. وبسبب اللي حصل ده دانيال براين بقى بيتعصب على اي حد، مذيعين بقى، مصارعين، جمهور، ما بيفرقش. وايجي خلته يواجه كين في سمر سلام عشان تعاقبه وتعذبه، بس دانيال براين عرف يكسب كين، فكين بقى بيتعصب برضه. وفي عرض الرو يوم 20 اغسطس 2012 دانيال براين وزاميز هيواجهوا كين وزاك رايدر في ماتش تاج تيم عشان كين ودانيال براين يحلوا مشاكل العصبيه بتاعتهم. والماتش ده يخلص بان دانيال براين يدي كين بالقلم ويطلع يجري من وسط الجمهور، فكين يدشمل زميله زاك رايدر، وده اللي خلى ان الاتنين يتم اجبارهم ان هم يحضروا فصول لتعلم السيطره على الغضب، ودكتور شيلبي كان بيساعدهم. واول حصه كانت في عرض الرو يوم 27 اغسطس. والحوار ده طلع حاجات بتضحك، فمثلا دانيال براين اتعصب على عيل صغير عشان كان لابس ماسك معزه وكان فاكره بيتريق على شكله، بس طلع في الاخر ابن الدكتور ولابس الماسك عشان مسرحيه في المدرسه. وكين حكى قصه حياته وانه دفن اخوه مرتين اللي هو الاندرتيكر وهو عايش، وانه حلق 2 وخطف شويه من الزملاء، كلام بسيط يعني. والاسبوع اللي بعده الجمهور عمل فوت ان الاتنين يحضنوا بعض، والاتنين حضنوا بعض بس ما كانتش مقنعه فما اتحسبتش. حضنوا بعض تاني بس المره دي بجد والجمهور عجبوا الحضن، وبعدها فضلوا يخبطوا ويزقوا في بعض كانهم عيال صغيره، فسخنوا ومسكوا في بعض. وكين كان له شوك اسلام وكان هيكسر رقبته بالكرسي بس الحكام منعوه، فدانيال براين مسك الكرسي وضربوا بيه وفلق من الحلبة. والاسبوع اللي بعده الاتنين هيواجهوا البرايم تايم بلايرز في ماتش تاج تيم، واللي هيكسب هياخد فرصة على أحزمة التاج تيم. بس قبل الماتش دكتور شيلبي يجتمع بيهم، وكين يقول له انه واجه وحوش كتير بس ما فيش وحش اكتر سادية وشر منه. فدكتور شيلبي يشكره ويقول له ان هما الاتنين لازم يحلوا المشاكل بتاعتهم او هيبعتهم الهوية مش هيعرفوا يرجعوا منها. المهم في الماتش دانيال براين عمل تاج لنفسه، الكلام ده ما عجبش كين، فكين عمل له شوك سلام على دارين يونج، وده اللي كسبهم الماتش. وفي سماك داون في نفس الاسبوع الاتنين طبعا في الكورس، فدانيال براين يقول لكين ليه ما نتكلمش عن اللي حصل يوم الاتنين، فكين يقول له انه عمل المفروض يتعمل عشان يكسب، فيسخنوا على بعض وكل واحد يقول للتاني انا عايز ابقى بطل التاج تيم، لا انا عايز ابقى بطل التاج تيم، لحد ما الدكتور يتدخل ويقول لهم يدوسوا على الكور اللي بتهدي التوتر، فالاتنين يهدوا فعلا، وكين يقول له بتاعتي اكبر ويخلع، فدانيال براين يقول لا ما اظنش، وكين يكسب كوفي كينجستون في ماتش عشان كوفي واحد من ابطال التاج تيم. وبعد الماتش يحاول يهجم عليه فالدكتور يطلع ويبص له، فكين يدي كوفي حضن، وكوفي كان باين على وشه ان هو مصدوم من اللي حصل. ونروح لنايت اوف تشامبيونز في ماتش كين ودانيال براين ضد كوفي كينجستون وارتروس. في اخر الماتش كين يعمل تاج لنفسه وده اللي يعصب دانيال براين، فدانيال براين يزق كين على كوفي كينجستون من فوق الكورنر وده اللي كسبه من الماتش واحزمة التاج تيم. وبعد الماتش كل واحد يقول للتاني انا ابطال التاج تيم، لا انا ابطال التاج تيم، ايوه ابطال مش بطل. بس الحمد لله الاتنين ما ضربوش بعض، فتقريبا الكورس جه بشويه فايده. وفرو اللي بعد نايت اوف تشامبيونز دانيال براين وكين يكسبوا ارتروس وكوفي، وبعد الماتش دانيال براين يحتفل بالحزامين ويقول انه ابطال التاج تيم، فكين ياخد منه الاحزمه ويعمل نفس الحوار، فالجمهور يقول لهم ان هم يحضنوا بعض فيعملوا كده، فدانيال براين يحاول يسرق الحزامين بس يطلع بحزام، ونفضل في حوار انا ابطال التاج تيم لاخر الفقره. وفي سماك داون في نفس الاسبوع ايدج يتحشر في الحوار بتاعهم
وان مين فيهم ابطال التاج تيم. فايدج يتعصب عليهم فيقولوا له انت متعصب كده ليه، ريح شويه. ويقول لكين بص دانيال براين متصالح مع نفسه، هو راجل فيجن وكله تمام، بس انت ما تعيش الدور، انت مش بارني الديناصور، انت مش طيب يعني. احنا عملنا حاجات زباله في بعض، احنا عزمنا بعض يا راجل، يعني انا سرقت مراتك وانت بعدها بوظت فرحي على طليقتك بانك عملت تومبستون للقسيس، فاكر الحاجات دي؟ فكين يقول له انه فاكر الحاجات دي وانه عايز يصلح الموضوع ده دلوقتي. فايدج يقلع الجاكيت، فكين يفرد دراعاته ويحضن ايدج، فدانيال براين يغير ويفضل يقول نو نو لا لا. فايدج يحاول يدخله الحضن ودانيال براين ما صدق، بس داميان سانداو يقاطعهم ويفضل يرغي ان اللي بيعملوه ده عبط. فايدج يخلي الجمهور يختار هيواجه مين فيهم، كين ولا دانيال براين، فهيواجه كين. وفي الماتش دانيال براين يشتت كين بانه يفضل يقول انا ابطال التكتيم، وكين يحاول ياخد منه الاحزمه، فداميان سانداو يعمل له الفينشر بتاعه ويكسب. وبعد الماتش كين يدور على دانيال براين في الكواليس، والاتنين فضلوا يتخانقوا مع بعض. كين يقول له يا وش المعزه، ودانيال براين يقول له انه شخص احمر وشكله غريب. فالدكتور يهدي الدنيا ودانيال براين يدي كين الحزام بتاعه، والدكتور يقول لكين هترتاح لو دانيال براين لعب ماتش النهارده، وكين يقول له اه. فدانيال براين يواجه كودي رودز في نفس الليله، ودانيال براين كان حاطط كودي في النو لوك، فكين يطلع ويشتته، فكودي يعمل الكروس رودز ويكسب. فبعد الماتش دانيال براين يدور على كين والاتنين يمسكوا في خناق بعض زي كل مره، وكين يقول له ان مكانه في جنينه الحيوان، بس يبطلوا لما يلاقوا داميان سانداو وكودي رودز بيضحكوا عليهم، فيتحدوا من ماتش في نفس الليله ويكملوا خناقه، بس المره دي على مين فيهم هم خايفين منه اكتر. وكان ماتش لامبرجاك، والماتش خلص بالدي كيو بعد ما كودي رودز ضرب كين بالكرسي، ودانيال براين لحقوا من ضربه كمان، والاتنين دشملوا الفرق كلها واحتفلوا. وبعد الماتش طبعا مين فيهم ابطال التكتيم. وفي الرول اللي بعدها يوم 24 سبتمبر الدكتور بيكمل مساعدتهم وهم بيتحسنوا واحده واحده، وفي نفس العرض الجمهور يصوت على اسم التيم اللي هو هيل نو، وبعدها اتهاجم عليهم من كودي رودز وديميان سانداو. وفي الاسبوعين اللي بعد ده كسبوا 3 مرات، اول مره ضد دولف زيجلر وسي ام بانك في عرض الرو، وطبعا شدوا مع بعض زي كل مره، وبعدها في سماك داون ضد ديفيد اوتانجا والبرتو ديل ريو، ونفس الكلام حصل برضه يعني بعد الماتش، واخيرا في رو كسبوا دولف زيجلر والبرتو ديل ريو. والماتشات اللي كسبوها دي تبين ان هم يقدروا يشتغلوا مع بعض ويكسبوا. وفي سماك داون يوم 12 اكتوبر مات سترايكر سأل دانيال براين ايه رد فعلك على الناس اللي بتقول عليك الحلقة الأضعف في التكتيم، فدانيال براين يعمل له النو لوك، فكين يبعده وبعدها يعمل لمات سترايكر شوك سلام. دانيال براين يحاول يمنعه بس هو فشل. وفي رو الاسبوع اللي بعده بيك شو يكسب دانيال براين ويحاول يهجم عليه بس كين يطلع ويحميه. وفي نفس الاسبوع في سماك داون يكسبوا دولف زيجلر والبيك شو. وفي رو الاسبوع اللي بعده كودي رودز وديميان سانداو يكسبوا سين كارا وريمستيريو عشان يواجهوا تيم هيل نو في عرض هيل ان ذا سيل على الأحزمة. وبعد الماتش تيم هيل نو يطلعوا على الشاشة ويقولوا لهم انتوا فاكرين انكم هتكسبونا؟ هيل نو او مستحيل يعني. وكين يقول لهم انا هعمل لكم سحر دلوقتي انتوا شايفينه، دلوقتي لا، ويشد دانيال براين من دقنه ويرميه وراه. وفي هيل ان ذا سيل كودي وديميان سانداو يكسبوا بالدي كيو بعد ما كودي عمل كروس رودز لدانيال براين وكين كسر التثبيت وزنق كودي وديميان في الكورنر وفضل يضرب فيهم لحد ما الحكم خسرهم بالدي كيو. وده يوريك ان الاتنين حتى لو بيشدوا مع بعض كتير فهم لسه بيهتموا ببعض وبيحموا بعض. في الفترة دي كانوا في مكان كويس في الكارد وكانوا ممتعين والناس بتستنى فقراتهم. وبالنسبة للماتش اللي كودي وديميان سانداو كسبوه عملوا بيه فالفرقتين اتواجهوا في عرض من ايفنت يوم 14 نوفمبر وتيم هيل نو كسب. وفي سماك داون يوم 23 نوفمبر تيم هيل نو واجهوا البيك شو في ماتش هانديكاب. دانيال براين عمل تاج لنفسه بعدها عمل النو لوك للبيك شو، فكين ساب الماتش بس البيك شو عكسها وكسب الماتش، فكين رجع الحلبة وبمساعدة دانيال براين طلعوا البيك شو من الحلبة. والاسبوع اللي بعده في رو دانيال براين قال لكين ان معاه استفتاء لمين فيهم محبوب اكتر، ان هو اللي كسب بنسبة 100%، وكين ما عجبوش الكلام بس جوش ماثيوز قاطعهم وكشف نتيجة التصويت على مين هيواجه سي ام بانك وكين هو اللي كسب. وبالنسبة للماتش فسي ام بانك كسب بعد تشتيت من ذا شيلد. وبعد الماتش يمسكوا كين ويدشملوه فدانيال براين يطلع يحاول ينقذه بس يفشل، فيطلع راي باك عشان ينقذهم ويعرف يعمل كده بس بانك يتدخل ويحاول يضربه فرومان رينز يديله سبير وبعدها يعملوا له التريبل باور بومب. والاسبوع اللي بعده في عرض الرو تيم هيل نو اتحدوا ذا شيلد انهم يواجهوهم والشيلد واجهوهم بالفعل، بس بعد ما تيم هيل نو كسبوا البرايم تايم بلايرز الشيلد دشملوا تيم هيل نو وعملوا التريبل باور بومب على دانيال براين. وفي نفس الليله تيم هيل نو يهجموا على الشيلد بس المره دي كان معاهم رايباك وتيم هيل نو ياخد الخناقه معاهم لبره القاعه
وفي نفس الاسبوع في سماك داون ذا شيلد يشتتوا دانيال براين ويخلوه يخسر من البيج شو ويهجموا عليه، ولما كين يطلع يهجموا عليه برضه يعملوا له الباور بومب على ترابيزه المعلقين. وفي عرض الرو الاسبوع اللي بعده الدنيا تقلب فوضى، الشيلد يهجموا على جون سينا في وسط ماتشه مع البيج شو، فيطلع تيم هيل نو عشان يهجموا على ذا شيلد، فدولف زيجلر يطلع ويهجم على جون سينا ومع البيج شو يهجم برضه، وشيماس يطلع يهجم على زيجلر، فيطلع رايباك ويهجم على الشيلد، وده اللي يخلص عليه عرض الرو كله ماسك في كله. فيتعمل ماتش في عرض تي ال سي بين الشيلد وتيم هيل نو ورايباك في ماتش تي ال سي، بس الماتش قواعده ان هو يخلص بتثبيت او اخضاع. وبالنسبه للماتش فكان ماتش ممتع جدا وريتمه سريع ومليان سبوتات، ورايباك عمل ماتش قوي قوي وكان مدشمل الشيلد. ومن السبوتات اللي عملوها عملوا تريبل باور بومب لرايباك على ترابيزه المعلقين، ورومان رينز عمل سبير لكين كسر بيها الحاجز، ورايباك رمى سيث رولينز من فوق سلم على ترابيزات، والشيلد كسبوا بعد ما عملوا باور بومب لدانيال براين على ترابيزه من فوق الكورنر. وده كان اول مكسب لذا شيلد في الدبليو دبليو اي. والاسابيع اللي بعد كده مفيش حاجه كبيره او عداوه بتحصل، يعني كسبوا البرايم تايم بلايرز وال3 ام بي، وكسبوا الفرقه دي كذا مره لحد عرض الرو يوم 21 يناير 2013. الاتنين يتخرجوا من فصول السيطره على الغضب، والدكتور يخليهم يختاروا مين فيهم الطلب المتفوق اللي يقول خطاب، فكين يقول ان المفروض يتكلم هو دانيال براين، فدانيال براين يقول لا ده كين هو اللي يتكلم. كل واحد فيهم كان عايز التاني هو اللي يتكلم ويكون هو الطالب المتفوق، فالدكتور يسكتهم ويقول لهم احضنوا بعض، ويطلبوا من الناس كلها تحضن بعض، مايكل كول وجيري لولر والجمهور كله يحضن بعضه، وهم الثلاثه حضنوا بعض. وفي عرض الرويال رامبل تيم هيل نو يكسبوه كودي رودز وديميان سانداو. وبعد الماتش دانيال براين ورى رقمه لكين وطلب من كين يوريه رقمه، بس كين رفض، فدانيال براين يقصيه من الماتش وكين يستغرب، فسيزارو يطلع دانيال براين من الماتش بس كين يمسكه ويسيبه يقع على الارض. وفي عرض الرو اللي بعد الرويال رامبل يكسبوا دولف زيجلر وكريس جيريكو، وفي سماك داون يخسروا من ريميستيريو وسينكارا، بس في رو الاسبوع اللي بعده دانيال براين يكسب ريميستيريو، وبعد الماتش مارك هنري يطلع ويرمي دانيال براين على الحاجز، وبعدها يدش من ريميستيريو وسينكارا، فدانيال براين يطلع في ماتش كين وشيماس ويسأل كين انت كنت فين وانا بتضرب، فده يشتت كين ويخلي شيماس يكسبه، فكين يرد له الموضوع بانه يطلع في عرض مين ايفنت ويشتت دانيال براين ويخليه يخسر من ديميان سانداو. هو كين كسب دولف زيجلر بعدها باسبوع في عرض الرو عشان يخش الاليمينيشن تشامبر، بس دانيال براين اتحط في الماتش كده من غير ماتش. وبالنسبه للاليمينيشن تشامبر فهم الاتنين ما كسبوش، وبعدها واجهوا بيج اي ودولف زيجلر في راس المنيا وكسبوهم. والليله اللي بعدها في عرض الرو تيم هيل نو انقذ الاندرتيكر من هجوم الشيلد عشان يشغلوا العداوه اللي بينهم تاني، وده اللي خلى يحصل بينهم ماتش في عرض الرو يوم 26 ابريل، والشيلد كسبوا الماتش ده عشان يكملوا سلسله الانتصارات بتاعتهم. وفي نفس الاسبوع الشيلد عملوا تريبل باور بومب للاندرتيكر على ترابيزه المعلقين، وكان في خطط ان يبقى في عداوه بينهم بس الاندرتيكر اتصاب، فراندي اورتن بقى بديل الاندرتيكر في صراعهم ضد الشيلد. وتيم هيل نو واجهوا الشيلد في اكستريم رولز على عزيمه التكتيم وخسروا، ودانيال براين هو اللي اتثبت، فكان متشاف ان هو الحلقه الاضعف، بس الكلام ده ما عجبوش. والفتره اللي بعد اكستريم رولز الاتنين ما لعبوش تكتيم كتير مع بعض عشان ما كانوش مع بعض على نفس الخط، وكانوا بيلعبوا ماتشات سنجل، ولعبوا ماتشين تاج سداسي ضد الشيلد. اول واحد خسروه في عرض الرو يوم 3 يونيو، وتاني ماتش السداسي كان في سماك داون يوم 14 يونيو، بس قبل الماتش الرجاله تتصافى عشان يعرفوا يواجهوا الشيلد، ودانيال براين هو اللي جاب المكسب بانه خلى سيث رولينز يستسلم، ودي كانت اول خساره للشيلد في مسيرتهم، وكانت لحظه اسطوريه واثبتت ان دانيال براين مش الحلقه الضعيفه. ونهايه تيم هيل نو كانت في عرض الرو يوم 17 يونيو بين الاتنين اتكلموا، وكين كان عايز يرجع الفرقه بس دانيال براين ما كانش عايز عشان كان عايز يصارع سنجل وعايز يكسب حزام الدبليو دبليو اي، وكين نفس الكلام. ولما كين اتمنى له حظ سعيد طبعا دانيال براين شد معاه وقال له انت بتتمنى لي حظ سعيد عشان انا الحلقه الاضعف، بس كين مشي. ودي كانت النهايه بتاعه الفرقه، وانا شايف ان التاك تيم ده ساعد دانيال براين ان هو يوصل للمين ايفنت اللي ممكن نعمل القصه بتاعته فيديو لوحدها، بس التيم ساعده ان هو يظهر لانه في الاول بدا هيل بعدها تحول واحده واحده فيس، والجمهور كله كان بيحبه، والتيم عموما طلع لحظات ممتعه كتير. بعيدا بس عن الفيديو ده، صاحبي الفيك ام سي اللي بيسيب لي هيد كومنتس على كل فيديو نزل اول فيديو ليه على القناه، هو بيتكلم على الجيم ديف والبرمجه ايه وحاجات رايقه، فلو انت مهتم بالكلام ده خش اديله سبسكرايب وايه وروق عليه واتفرج على اول فيديو ايه هو نزله، وشكرا. هو التيم رجع في سنه 2018 بس كان رجوع قصير قوي ما كملش شهر وما كانش فيه حاجه. هو كين رجع عشان يساعد دانيال براين في عداوته مع إيريك رون ولوك هاربر، وكين اتصاب فخسروا من إيريك رون ولوك هاربر في اكستريم رولز، بس كده ما فيش حاجه تانية حصلت. بس عموما ده فريق هيل نو، انا استمتعت الصراحه وانا بعمل فيديو،
اتمنى انت تكون كمان استمتعت، وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك وادي سبسكرايب وسيب رايك ازاي نطور المحتوى ورايك في الفيديو، والسلام عليكم.